ماتش بعنوان ال 12 يا اهلي، واحنا جمهور كده ملناش كتالوج، ناخد ال 11 بعدها بيوم نقول عايزين ال 12. فما بالك بقى عدى شهر او شهرين من ماتش الوداد. فيلا بينا نتكلم عن ماتش الاهلي وسان جورج الاثيوبي. الاهلي بدأ اللقاء بغيابات في صفوف فريقه، ابرزها غياب رضا سليم بسبب تراكم الانذارات مع الجيش الملكي في البطوله اللي فاتت، زي اللي حصل برضه مع صلاح محسن في بدايه الدوري الجديد، وغياب موديست برضه لانه لسه ما اتأيدش في القائمه الافريقيه. هيبدأ اول لقاء معاه في الدور المجموعات ان شاء الله. وبالنسبه لكريستو ما كانش متواجد في قائمه الدوري، يكون متواجد في قائمه افريقيا، وده لان لازم يكون في قائمه الفريق المتواجده في مباراه في الدوري العام مثلا ما يتخطاش عدد الاجانب 5 اجانب، ولان الاهلي عنده 6 منهم واحد تحت السن اللي هو كريستو، فبيمشيها كولر على حسب احتياجه للماتشات، سواء كان اصابات او سواء كان اختيارات فنيه. فماتش زي المصري بيكون متواجد علي معلول واليو ديانج وبيرسي تاو ورضا سليم وموديست. ممكن تلاقي في ماتشات تانية كريستو منضم على حساب لاعب منهم. يلا بقى نتكلم فني واهم الحاجات اللي عملها كولر في اللقاء امبارح. ده تشكيل المعتاد النادي الاهلي مع مستر كولر، وده شكل النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه. تلاقي رامي ربيعه فاتح الملعب ناحيه اليمين، ونفس الكلام لمحمد عبد المنعم، وبيتقدم محمد هاني من بعد وسط الملعب وعلي معلول، في حين تاو وديانج بيقوموا بمثلثات مع محمد هاني، ونفس الكلام على الجبهه الثانيه ما بين حسين الشحات وامام عاشور وعلي معلول. ومروان عطيه بيدي دعم على حسب قوه المنافس، سواء كان هو بيثبت مع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه او بيدي دعم لامام عاشور وديانج في الناحيه الهجوميه. اما كهربا في اوقات كتير بيكون شادو سترايكر، اللي هو مهاجم وهمي بينزل كتير يساعد مع امام عاشور او ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو. امام عاشور في الخطه دي بيقوم بدور كويس جدا، خصوصا ان هو جاي يعوض لاعب زي حمدي فتحي. حمدي فتحي كان بيدي حلول بانه هو بيخش في العمق وبيساعد كهربا، لانه بيتفوق عن كهربا في ضربات الراس. لكن مع امام عاشور ارسل كولر بيعتمد عليه ان هو بيرجع ساعات يسند مع مروان عطيه وبيستقبل منه الكوره، خصوصا ان هو لاعب كوير عن حمدي فتحي. وشفناه في اول ماتش مع ضد الجيش الملكي في السوبر الافريقي، كانش فيه تناغم ما بينه وما بين علي معلول. ده اتلغى شويه امبارح، خصوصا ان هو شفنا كذا لقطه ما بينه وما بين علي معلول، كعوب وتغيير مراكز، ونفس الكلام مع حسين الشحات. يعني في اوقات ممكن تلاقي امام عاشور هو اللي بيبقى ناحيه الجناح ناحيه الشمال، وفي الوقت ده حسين الشحات بيتحول في مناطق الهاف سبيس، وفي وقت تاني ممكن تلاقي علي معلول ولا في مناطق الهاف سبيس، وحسين الشحات هو اللي بيتواجد في الناحيه ممكن اللي بيستقبل الكره من مروان عطيه، وده اكيد بيدي خلخله في الناحيه الدفاعيه بالنسبه للمنافس. نفس الكلام ناحيه اليمين، بتلاقي محمد هاني بيتحول في العمق في اوقات كتير وديانج بياخد مكانه، او بيرس تاور بيتحول في العمق ومحمد هاني ممكن ياخد مكانه. وقوه الخطه دي او الطريقه دي حفظ اللعيبه لبعضها وتحركاتهم مع بعض، وده بيحصل اكيد في التدريبات. حسين الشحات في الجول الاول عدى الكره بالرجل اللاعب ولعبها بطريقه ممتازه جدا في ناحيه الشمال للحارس. نفس الكلام في الجون الثاني اللي بصها له كهربا واستلم الكره بطريقه ممتازه جدا. النادي الاهلي في الوقت الحالي عنده كواليتي عالي في جميع المراكز، وخصوصا في طريقه لعب كولر. شفنا امبارح مع مارس الكوره اللاعب كريستو ناحيه الشمال، وناحيه اليمين كان بيبقى متواجد احمد عبد القادر.